السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة بقى، لو انت مش مشتركة عندي في القناة ياريت تنوريني وتشرفيني وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو انت عندي بقى في القناة متنسليش من اللايك والشير. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. بقى ايه، انا كنت بنعمل فطار خفيف كده. عملت اللبن زي ما انتوا شايفين، وعملت البسكوت السادة. بسكوت ساده، قلت نفطر حاجه خفيفه، انا ما كانش ليا نفس اصلا، بس ايه، قلت اخد حاجه كده على السريع. انا والنوسه. آه يعني قلت تغيير وكده، مش كل يوم بقى ايه نفطر جبنه وحاجات من دي، وبصراحه انا ما كانش ليا نفسي وكده. بس كده بقى ايه، هنفطر ونشوف هنعمل ايه تاني. طبعا النهارده بقى ايه، يوم هيبقى بصراحه طويل خالص، وفي حاجات كتير عايزه تتعمل. طبعا انا ايه، هنحضر الغدا معاكم بطريقه ان شاء الله تعجبكم خالص. هنا بقى ايه، هنعمل محشي مشكل، يعني ايه، محشي كرنب، ومحشي كوسه، ومحشي فلفل. بس بقى هنا بقى ايه، جبت الحله على النار وحطيت فيها معلقه كمون كبيره، ماشي، ومعلقه ملح. بس بقى ايه، هنقطع الكرومبه ديت زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. هنشيل الراس بتاعتها. طبعا الراس بتاعتها كانت جامده جدا، يعني ما كنتش بصراحه ما كنتش عارفه ان اقطعها وكده، غلبتني على ما ايه، ما قطعتها وكده. طبعا الكمون اللي انا حطيته في الملح ده بيمنع اي انتفاخات وحاجات من دي. بس انا قطعت الراس كده، وبحاول ان انا مفرغها من القلب بحيث ان الميه توصل لها كلها وتتسلق معايا على طول بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بصراحة الطريقة دي سهلة جدا يعني، وهتفيدك على طول انت تسلقي اكبر كمية وكده في وقت قليل خالص. بس كده بقى ايه، انا كنت بحاول على قد الامكان يعني ان انا افرغها من جوه، بحيث ان ايه، ان المية توصل لكل الورق بحاله اللي جواها وكده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بس بقى كده انا ايه، انا جيت احطها في الحلة لقيتها كبيرة، فانا حاولت نشيل منها كام ورقة كده بحيث ان هي تنزل كلها في قلب المية، كتلة واحدة وكده. بس بقى شلت منها كذا ورقة وكده، وهرجع احطها انزلها في المية زي ما انتوا شايفين، وهسيبها حوالي 5 دقايق كده تتسلق، وهنشوف هنعمل ايه تاني. طبعا انا هنا بقى ايه، كنت بشيل الورق اللي هو اللي انا طلعته منها الزيادة، وهنشيل باقي الراس والحاجات اللي انا كنت شايلها من الكرنب وكده. وهنا قلبتها على الايه، على الظهر، كنت حطها على قلبها بحيث ان المية ايه تدخل فيها كلها. هنا بقى قلبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس بقى ايه، هنطلع كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، تشيلي الواحدة بيطلع معاكي بكل سهولة، طبعا بالسكينة بشوكة اللي تحبيه. طبعا هي كانت سخنة جامد، ما كنتش عارفة يعني ايه امسكها وكده. بس بقى ايه، هطلعه بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، وهنزل باللي هي الورق اللي انا ايه لسه ما سلقتوش، اللي هو كان زياده يعني في الكرنبه وكده. بس بقى هنزله في الحله، واحاول اضغط عليه بحيث ان هو ايه يتسلق برضو ايه بسرعه. الورق ده كان يعني ايه، كان سميك شويه عن الورق التاني اللي انا بطلع فيه ده، كان رفيع شويه، لكن الورق اللي هو بيبقى في الاول في وش الكرومبة دي بيبقى تخين شوية، سمكه بيبقى اكبر من السمك اللي هي الطبقة اللي جوه. بس بقى انا هنا ايه، كنت سلقتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وبوريكم ازاي يعني مثلا لو انت لسه يعني ما تعرفيش تقطعي الكرنبة ازاي وكده. طبعا كلنا شاطرين ونعرف نعمل كل حاجة، بس انا بنقول يعني لو في بنات لسه ما تعرفش تعمل يعني ايه تقطع بطريقة سهلة وكده، دي هتفيدهم. بس بقى كده انا ايه، انا بشيل اللي هو العرق اللي هو في الورق ده بالسكينة زي ما انتم شايفين، وبحاول الفها كام لفة على بعضها، وبقطعها بقى حسب ما تحبي سمك الورقة او العرض بتاعها حسب ما تحبي. بس بقى هقطعه كله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بحيث ان انا بنحب الورقة صغيرة، فانا هحاول ان انا ايه نقطعه بالطريقة ديت كله يكون ايه مقاس واحد او شكل واحد وكده.
بس بقى كده ايه الطريقة ديت هتفيدكوا جامد جامد جامد. بصراحة انا ما كنتش بعرف اعمله، بس اتعلمت ومشيت على الطريقة ديت، بصراحة فادتني كتير اوي. كنت في الاول ما بحطش الكرنبة مرة واحدة كده في الحلة، لا انا كنت بنعمله فوق الورقة بورقتها كده، وبعد كده انزل الورق زي ما هو في الحله. لكن دلوقتي انت بتنزلي بيها كلها في الحله وبعد كده بتطلعيها، بيسهل عليك الموضوع خالص. بس كده انا قطعته كله بالطريقه ديت، وده كان الورق اللي كان زياده اللي انا طلعته. طبعا ده انا خليته سليم زي ما هو، ما قطعتهوش قصدي، بحيث ان انا استخدمه في في ارضيه الحله وانا بنعمل المحشي وكده. بس بقى هنا جبت معايا فراخ هنشويها، ولحمه هنعملها في شوربه. بس بقى هنا الفراخ هنعمل الخلطة بتاعتها. ده كان معايا زبادي وورق لوري بضربه في الخلاط زي ما انتم شايفين، وبصلايه وفلفل. فلفل ده كان عندي فلفل الوان، لان لقيت الفلفل الاخضر اللي عندي حامي شويه، فانا محبتش اعمل منه. بس بقى هنضرب في الخلاط البصل على الفلفل على الزبادي على ورق اللوري. وبعد كده بقى هننزل بالتوابل بتاعتي على الخلطة دي، بحيث ان هي كلها يعني يتمزجوا مع بعض وكده. بس بقى نحط اللي هي البابريكا. وطبعا البابريكا ديت يعني اساسي عندي في اكل كتير، يعني بصراحة ما بستغناش عنها. بس بقى هنا والفلفل والكمون وممكن لو عندك اللي هو الصويا صوص ده والدبس رمان. انا عندي، بس انا بصراحة ما حطيتش. عندي دبس رمان بس ما عنديش اللي هي الصويا صوص دي، بس انا ما حطيتش. بس بقى زي ما انتم شايفين كده بالطريقة دي حطيت كده. وهنتبل بيها الفراخ، وهنزود الملح برضو لو هو ناقص وكده. هنظبط الملح بتاعي بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وهنركنها حوالي ساعتين. انت لو مستعجلة او كده تبليها بالطريقة ديت واركنيها اقل حاجة نص ساعة. بس بقى انا حطيتها كده على جنب لحد ما اخلص المحشي وكده. هنا بقى جبت حلة على النار، وحطيت وسبتها تسخن شوية كده، ونزلت فيها باللحم. ورجعت هنا بقى نضرب الطماطم بتاعه المحشي. بس هنا بقى الطماطم دي انا اصلا كنت غسلها قبل ما احطها في التلاجة، بس انا زيادة تأكيد ان انا بطلعها اغسلها تاني. بس بقى هغسلها كده وانزل وانزل في الشفشق ده بيها ونضربها في الخلاط. طبعا هتقوليلي ده الشفشق مش نضيف او كده، لا ده انا كنت عامله فيه الخلطه بتاعه الفراخ وما ما غسلتوش، قلت هنعمل عليها وخلاص. عادي يعني، ما فيهاش مشكله. بس بقى هنقطع الطماطم كده، وهن هنحط هنضربها في الخلاط، علشان خاطر انا بنحب الطماطم بتاعه الخلطه بتاعه المحشي على الرز وكده يبقى لونها احمر، ما بحبش الرز يكون ابيض وكده. بس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. لو حد يعني شايف حاجة غلط في اللي انا بعمله او كده، او يفيدني بمعلومة او كده، ياريت يكتبلي في الكومنتات وكده. بس بقى هنزوده حوالي كوباية مية كده او نص كوباية مية صغيرة. وهنضربه في الخلاط. وبعد كده بقى طبعا انا رحت اشوف اللحمه، لقيتها غلت كده ونزلت الميه اللي فيها، فروحت صفيتها من الميه اللي فيها ورجعتها الحله تاني وحطيتها على النار وحطيت عليها التوابل بتاعتي. طبعا انا صفيتها من الميه اللي هي نزلت منها، لان بتبقى عامله زي ريم كده على الوش او كده. بس بقى حطيت عليها ورق لوري وفلفل وكمون وتوابل اللحمه، وهنزل عليها بالطماطم وبصل. بس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. قطعتها برضو البصل، قطعته عليها كده بالطريقة ديت. وهنرجع بقى نعمل البصل بتاع المحشي وكده، التسبيكة بتاعة المحشي. انا جبت بقى حوالي 3 بصلات كبار كده، قطعتهم في الكبة وهفرمهم في الكبة. بصراحة الكبة بتسهل عليا ان انا اقطع ببصل وكده ويعني كده يتدمع وكده.
بس هنا بقى ايه، انا كنت فرمته وجبت الحله حطيت فيها شويه زيت كده ايه كويسين معايا في الحله وسبتهم يسخنوا. هنا بقى الميه بتاعه اللحمه كانت غلت في الكتله اهيت، فنزلت عليها بالايه نزلت على اللحمه بالميه. بس بقى ايه هغطي الحله، وبحيث ان انا مش هنغطيها كلها يعني، هسيب حرف الحله كده ايه بحط الغطا بحيث ان هو يبقى محطوط كده بميل كده، ما تبقاش الحله مغطيه كلها علشان ما تنزليش ميه وايه و... يعني ايه يكون البوتاجاز ينزل عليه ميه او كده. بس هنا بقى ايه، انا نزلت بالبصل اهو، شفتوه ناعم جدا، مفروم في الخلاط في الكب قصدي حلو خالص. بس بقى كده ايه هنسيبه اللي هو يدبل مش يتحمر، انا بحب اديله يدوب صدمه في الزيت كده وخلاص. بس بقى هنا كده ايه يدوب دبل كده، ما خدش حتى لون ولا حاجه. بس بقى كده هننزل عليه بالطماطم. ده كان عندي كيس صلصه في الديب فريزر، فايه طلعته حطيته عليها، وهنصفي عليها الطماطم برضو اللي انا ايه ضربتها في الخلاط وكده بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. هنصفيها بقى كويس. مش عارفة في ناس بتحط الطماطم بتاعت هي المحشي زي ما هي بالتفل بتاعها وكده. انا بصراحة ما بنحبش نحط لازم اصفي الطماطم. مش عارفة في ناس يعني بتعمل زيي ولا انا مش عارفة. كل واحد حسب يعني ايه راحته كده، عادي مفيش اي مشاكل زي ما انتي متعودة. بس انا يعني عن نفسي بنحب اعملها كده بصفيها. بس بقى كده هنزل الطماطم اللي هي في المصفى وكده، وهنقلبها تقليبه، وهنظبط برضو الايه التوابل بتاعتي. طبعا بقى ايه هنحط دي بابريكا برضو. البابريكا دي بتخلي برضو اي الطماطم برضو بتخليها حمرا جدا. وهنا حطيت الفلفل، واحط 3 معالق كمون برضو. الكمون بيخلي المحشي طعمه حلو وريحته حلوه، والكزبره. بس بقى ايه هنسيبها، نغطي الحله ونسيبها ايه تتسبك، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. هنا بقى ايه كان معايا ايه فلفل الوان، ومعايا الكوسه انا كنت مقوراها ومغلفاها كده وحطها في التلاجة من بالليل. وهنا الخضره والرز. وطبعا ايه كان معايا حوالي 10 فصوص توم. طبعا هنا جبت الرز غسلته وصفيته كويس من الميه، ونزلت عليه بالتسبيكه بتاعتي طماطم، وهقلبه كويس بحيث ان الرز كله ياخد من لون الايه من الطماطم وكده التسبيكه اللي انا حاطاها. بس بقى كده هقلبه كله بالطريقه ديت. وبعد كده بقى ايه هنحط كمون برضه. انا هنا زودت كمون وزودت ملح برضه لان لقيته عادي شويه. هنا بقى ايه كان معايا حوالي 10 فصوص توم برضه. لو انتي مثلا حابه ان انتي قصدي تفرمي التوم ده افرميه، بس انا بصراحه قلت هقطعه كده على ايدي وخلاص. طبعا انتوا شايفين في فار بيجري كده قدامكم، فعادي يعني ما تشغلوش بالكم. بس بقى ايه هقطع التوم كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها. طبعا كلنا يعني مش حاجه جديده، يعني كله عارف ان احنا نقطع التوم ازاي وكده، مفيهاش مشكله. بصوا يا جماعه انا بصراحه مش عارفه اتكلم، لاني لسه برضو يعني ما خدتش على ان انا اتكلم كده، وبيبقى فيه احراج وكده. فياريت يعني محدش يعلق، خدوا الامور ببساطه. اكيد كلنا في الاول بنبقى كده يعني. وقولوا لي رايكم في اللي انا بعمله ده، بعرف اطبخ ولا ايه، وايه رايكم في الاكلات اللي انا بعملها وكده يعني. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات بصراحه. انا ما بزعلش والله، بالعكس انا بستفاد من اي رد فعل وكده بستفاد. ممكن مثلا تفيديني او كده ممكن انا بعمل حاجه مش واخده بالي منها، فيا ريت تعرفوني والله. على راسي كلامكم كله يعني بصراحه يعني، والله باخده بصدر رحب. بس بقى كده انا قطعت التوم وقلبته في الرز كله ماشي. وهنزل هنا بالخضره والشبت والكزبره. ممكن انت لو قصدي ممكن انت تضيفي
اللي هي الكزبرة، لو عندك كزبرة ناشفة تحطي برضو على على الخلطة ديت، وتحطي برضو كمان فلفل تفرميه مع التوم. بس انا بصراحة ما حطيتش، بيخلي ريحة المحشي فظيعة بصراحة. بس انا ما حطيتش عشان الفلفل اللي كان موجود عندي كان بارد جدا. بس كده بقى قلبت الخلطة كلها زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. وهنحشي بقى الاول هفرد الورق اللي انا كنت سايباه زي ما هو سليم في ارضية الحلة، بحيث ان هو لو ما يلسعش مني وكده. بس بقى هنحشي الورق واحدة واحدة كده. طبعا اللي هو عايز عايز قاعدة كده، فانا خدت نفسي كده وطلعت بره. قعدت نحشي مع نفسي وكده، لان مش هينفع احشي الكمية ديت يعني لوحدي. هي مش كتير وكده، بس انا بصراحة ما قلت هنطلع نحشي وانا قاعدة بره وكده. بس كده بتجيبي الورقة تقطعيها كده وتحطيها على ايدك، ماشي. بعد كده بيبقى اللي هي الظهر اللي هو اللي فيه الخشن على ملامس ايدك، والناعم جوه بتحط على الناعم الرز اللي هي الخلطة، وبتلفيها زي ما انتوا شايفين كده، الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا هنحشي شوية وبعد كده هنكمل بقية الحلة مع نفسي وكده، عشان ما اطولش الفيديو عليكم اكتر من كده. بصراحة انا مش بحب الفيديوهات تطول وكده، فانا برضو ما بنرضوش ان نطول في الفيديو. بس بقى هنكمل الحلة وهنرجع. هنا بقى جبت كان فاضل معايا اللي هي الكوسة، فانا بحشيها بالطريقة دي. طبعا انا كنت هحطها في الصينية اللي هي الألمونيا دي، بس لقيتها هتبقى كبيرة عليها، فانا حشيت كذا واحدة منها وكده. ورجعت فضيت الخلطة اللي في الصينية اللي هي التيفال دي، فضيتها في الألمونيا، ورجعت الكوسة رصيتها في التيفال بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا اللي في أرضية الصينية ديت كان اللي هي القلب بتاع الكوسة. طبعا بسيطه تحتها علشان خاطر برضه ما تلسعش كده مني وتحطيها عليها. على فكرة بيبقى طعم جميل جدا، في ناس بتحبه وعادي يعني. الصينية برضه كانت كبيرة عليها، لأن أنا ماشي. هنا بقى النور كان قطع معلش يعني. فأنا قلت أنا كنت هنحط والله الشوربة عليه كده وكده، بس أنا قلت لا لازم أصور لكم. فأنا كده خدت الموبايل معايا وصورت لكم الجزء ده، وبحط الشوربة كده على على المحشي. بس بقى ظبطت الشوربة وحطيتها على النار، وولعت عليه وحطيت عليه معلقتين سمنة كده بلدي كبار، وهغطي عليها بقى لحد ما يتشرب. وبعد كده بس بقى كده الاكل كان جاهز معايا. هو الكوسة والفلفل الالوان ده كنت حاطه 3 كده. هنا بقى جبت معلقة سمنة بلدي كبيرة، وحطيت فيها طلعت اللحمة اللي في الشوربة، صفيتها كويس من الشوربة بتاعتها، وحطيتها في اللي هي اسمها الجريلا ديت. وهنديها صدمة كده بحيث ان هي تاخد لون برضو وتشرب من طعم السمنة بالطريقة ديت. ونشوحها تشويحة حلوة كده. بس بقى كده كانت اللحمة خدت اللون اللي انا عايزاه. هرصها معاكم بالطريقة ديت. بس وده شكل الاكل في النهاية. يا رب يكون ده الشكل النهائي معايا. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوليش من اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.